اللي قدامكم دول ان شاء الله حكام القمه بكره. محمود بسيوني والغندور على الفار. الناحيه التانيه بقى، شوف الخطاب بقى اللي نازل لك ده. النادي الاهلي بيطالب باجتماع طارئ الساعه 12 الظهر عشان يناقش ازمه القمه. انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ الاهلي اللي بيشتكي من الحكام المصريين؟ يا جدع ده من قبل ما انا ما اتولد واشجع كوره الاهلي بيتجامل. الطريقه بتاعتكم دي بطلت. انتوا ايه ما بتجددوش؟ اهلي مين اللي الحكام بتظلمه؟ الحركات بتاعتكم دي اتحفظت. العيل اللي عنده 3 4 سنين حافظ الحاجات دي. لو ما عملتش كده ما تبقاش الاهلي يعني. انت عامل الاجتماع طارئ لبكره، ايه الازمه اللي بكره؟ حكام، انت مش عايز حكام مصريين؟ اللعبه بتاعتك دي مفهومه يا حبيبي. انت لا، انت مش فارق معاك. يعني الزمالك هيتجمع على حسابك انت؟ ده لو القيامه قامت الزمالك مش هيتجمل لحسابك انت. انت بتضغط على الحكم، هو الحكم ناقص؟ هو الحكم اصلا، الحكام ده الله يكون في عونها اللي هتحكم المباراه دي. الحكام دي نازله مضغوطه. انت عايز الحكم قبل ما ينزل يبقى عامل مليون حساب لاي قرار هياخده ضدك ويكون قرار صحيح. ايه ده؟ انتوا عايزين المسابقه دي تمشي ازاي؟ انت الاهلي اللي بيعترض على الحكام المصريين؟ يا سيدي حرام عليكم بقى، ده احنا كرهنا الكوره. على العموم مبروك عليكم القمه اصلا، يعني هو يعني انا كزملكاوي انا كنت عايز حكام اجانب. مبروك عليك يا كسيد القمه. افرح ابسط اتبسط. الاسطوره ناصر منسي مش هيلعب، والاداره بتاعتنا نايمه. فمبروك عليك القمه قبل ما تبدا، عشان الحكم المصري اصلا هو اصلا بيجاملك. تخيل في ماتش زي ده هيعمل معايا ايه؟ من غير صباح